المملكة المغربية بعد حصولها على صواريخ باليستية من إسرائيل تستعد القوات المسلحة لنشر صواريخ حربية بعيدة المدى على حدود البلاد. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا متابعتنا لتتوصلوا دائما بجديد أخبار المغرب يوميا. وفي التفاصيل، تعتزم المملكة المغربية نشر منظومة صواريخ ساحلية تصل مداها إلى 300 كيلومتر وفقا لتقارير إعلامية. وتدرس القوات المسلحة الملكية المغربية بدائل متعددة لإنشاء نظام دفاع ساحلي يحمي منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويتضمن هذا النظام نشر صواريخ بمدى 300 كيلومتر والتي تشمل الواجهتين البحريتين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وساحل الصحراء المغربية. وأظهرت التقارير أن الخيار الأمثل المطروح هو استخدام أنظمة الدفاع الساحلي الإسرائيلية الصنع، بينما تمت دراسة خيارات أخرى منها أنظمة صينية وتركية. وقد قامت قيادة الدفاع المغربية بالتغييرات اللازمة لإنشاء وحدة دفاع ساحلية، ومن المتوقع أن يبدأ التدريب على المنظومة بمجرد اختيار النظام الذي يلبي المتطلبات والاحتياجات المحددة. وتشير مصادر متخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي تمتلك فيها دفاعا ساحليا مجهزا بصواريخ مضادة للسفن. ويمتلك المغرب شريطا ساحليا يمتد على واجهتين بحريتين يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 3500 كيلومتر، يتوزع 500 كيلومتر منها على البحر الأبيض المتوسط وحوالي 3000 كيلومتر على طول المحيط الأطلسي.